شهدت مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة ضمن الجولة ال 18 من الدوري المصري الممتاز على استاد الإسماعيلية أزمة تحكيمية أدت إلى توقف مؤقت للقاء الدراويش مع وادي دجلة، وغادر لاعبو الدراويش أرض الملعب احتجاجا على قرار الحكم معلنين الانسحاب من المباراة. وانسحب لاعبو الإسماعيلي مؤقتا من المباراة بعد تسجيل وادي دجلة الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق اللاعب الإيفواري بولي ليتقدم الضيوف 2-0. وجاء الانسحاب بقرار من الجهاز الفني بقيادة المدير الفني طارق العشري الذي اعترض بشدة على عدم احتساب مخالفة، مطالبا بركلة الجزاء في اللعبة التي أدت إلى الهدف بعدما ارتدت الهجمة سريعا وسجل منها الفريق الضيف الهدف الثاني له. واستمر توقف اللعب لنحو 10 دقائق حيث تجمع اللاعبون في منتصف الملعب قبل مغادرته، بينما بقى لاعبو وادي دجلة وحكم المباراة على أرضية الملعب في انتظار القرار النهائي. وبعد مشاورات داخلية عاد لاعبو الإسماعيلي إلى الملعب واستؤنفت المباراة بشكل طبيعي قبل انتهاء الوقت المحدد للإعلان عن الانسحاب الرسمي من المباراة من قبل حكم المباراة. تعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت قبل أيام قليلة في مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري، حيث انسحب لاعبي مودرن سبورت احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع، ثم عادوا لاستكمال اللقاء وأهدر اللاعب علي سليمان الركلة بتسديدته فوق العارضة. وتكشف هذه الحوادث المتكررة عن تصاعد التوترات التحكيمية في الدوري المصري هذا الموسم وسط مطالب متزايدة من الأندية بتحسين أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو بشكل أوسع لتجنب مثل هذه الأزمات التي تؤثر على سير المسابقة، حيث يرفض الحكم مراجعة اللعبات ويصر على قراره وعدم الذهاب إلى حكم الفيديو وشاشة الفيديو لمراجعة اللعبة.